بتحمر يبقى ده حساس، او الجهاز المناعي بتاعه بيتلكك، بيبقى رهيف قوي لاي تركيز بسيط موجود في البيئه بيحصل بيه الاعراض. تتفاعل عده حاجات. اول حاجه استعداد وراثي، يبقى انا لازم اتولد يكون عندي استعداد في الغالب ان انا في حاجه تعرض البيئي، ممكن انا مولود عندي حساسيه مثلا لاكله بس مش هاكلها، مش هتحصل لحاجه. بعد كده الجهاز المناعي بتاعي هيتفاعل ازاي مع البيئه والوراثه. ثالث حاجه بقى او كده بعد كده اللي هو التركيب البنائي للجهاز اللي هيصاب، يعني مثلا الجهاز التنفسي، مثلا الجلد، مثلا العين، وده كله بيخلينا احنا ممكن نتدخل وممكن نفرمل ظهور الحساسيات. يعني انا عرفت ان الاسره دي فيها حساسيه، الاب عنده حساسيه انف والام عندها حساسيه صدر والاجداد كلهم عندهم ربو، يبقى متوقع مثلا ان 80% هيطلع الطفل عنده. ممكن بقى استناه، مش بس استناه، حتى خلال فتره الحمل، يعني من الشهر الثالث خلال الحمل انا ممكن اعمل برنامج غذائي ممكن وقايه يعني للام نفسها. وكمان هنقعد نفرمل بقى البيت بتاعه، هنختار البيت عامل ازاي، ناخده مثلا نخليه فوق مش تحت. الاساس اللي فيه بتقول هل الوقايه تمنع الوراثه؟ لا، هتقلل من الامراض الوراثيه، تقلل من انا عرفت ان هو جاي هيبقى عنده حساسيه، ابتدي بقى احتاط حل مثلا من المكياج في غرفه النوم. الاسره المصريه مثلا عندها 180 ماده حساسيه. يعني المكياج بتاعنا 180 ماده من الحساسيه. مش هعمل بخور بقى، مش هحط بقى ورق قديم، مش هحط جرايد، مش هحط كتب، مش هحط كراكيب، هخلي غرفه النوم خفيفه خالص. مش هخلي بقى الطفل ده يتعرض لتدخين سلبي. التدخين السلبي موجود 71% من البيوت المصريه. اشياء كثيره جدا ممكن انا اتعاون مع الاسره ونعمل خطه ان احنا نمنع حدوث، واذا جايه الحساسيه نقلل من اثرها. هواء نقي حضرتك، يعني قصدك ان البيئه المحيطه تبقى نقيه على قد ما نقدر. طب بما ان حضرتك فتحت قصه التدخين ومشاكل التدخين، يعني بعض الاباء او بعض الاسر ما بيقدروش فكره ان التدخين قد ايه مضر ولو بالسلب على الاطفال. انا قبل ما يجيني طفل وعنده حساسيه، قبل يعني نتفق على العلاج، خطوات العلاج، لازم الاب والام يجوا. ساعات الاب يبقى عارف ان انا هزعق عشان التدخين، بيقول له لازم تيجي. بيجي بقنعه، بوري له بعض الصور، بوري له بعض الاحصائيات، ونقول له خلي بالك انت الطفل ده هيبقى حظه العسر ان هو هيتولد في اسره مدخنه، سواء الام او الاب، وساعات الاثنين بيدخنوا. والحاجه الثانيه بقى الخطيره كمان، ساعات هو بيدخن خلال الحمل، او بيدخن خلال الحمل بيخلي الطفل يتولد عنده استعداد للحساسيه بلغم كتير، هتبقى الحساسيه بتاعته صعبه العلاج، وممكن كمان يغير الجينات. يعني الطفل ده لو اتولد النهارده وما عندوش حساسيه، ممكن ابنه او حفيده يجي له حساسيه عشان الام كانت بتدخن سلبا او ايجابا خلال فتره الحمل. الحاجه بقى الخطيره كمان، ممكن الطفل يتولد ويبقى عنده بكاء شديد جدا ويلف على الدكاتره كلها وما يخفش. تكتشفي ان التدخين نشط عنده ماده في الامعاء تخلي عنده مرض شديد جدا لا يستجيب للدواء. الحاجه بقى الاخطر من كده ان ممكن الطفل ده خلاص بقى النيكوتين وصل في مخه وهو في بطن امه، واصبح ماده هامه جدا لعمله زي الموصل العصبي، فالطفل اتولد يبكي على طول. ودي لاحظناها كويس جدا، تلاقي ناس الام عماله ابنها مش عايز يسكت، فخرجت دي في الشارع. فعلا في حاله فعلا كده، يعني حد من المقربين يعني على طول ابنها بكاء وصريخ ومغص، حد كانت مدخنه جامده جدا. التفسير ده حديث ومحدش عارفه، الحاجات دي حديثه جدا انا بقولها دلوقتي. وبعد كده يوم الام قالت اخرج بيه في الشارع، خرجت في الشارع وهي ماشيه قدام القهوه، الولد سكت، تبعد عن القهوه الولد يبكي، ترجع تاني اتاري الولد اصبح بيشيش. هو الام كانت بتدخن شيشه، فاصبح الولد كل ما يشوف الشيشه يسكت. وده خطيره جدا ان احنا يعني نخرج المجتمع بالشكل ده. طيب لو الام مثلا بطلت قبل فتره الحمل، هل النيكوتين يخرج من جسمها بنسبه قد ايه، ولا هيبقى برضه مؤثر؟ لا افضل كتير جدا انها تبطل قبل الحمل. الحاجه الثانيه مش حدش هيدخن قدامها، انا بقول ده فعلا حقك في التدخين، انها اي حد يدخن في بيتك مطلقا. والحاجه برضه المهم بعد كده ان انا مش هخلي بقى كمان، يعني المفروض حتى احنا في المجتمع بقول 71% من البيوت المصريه ملوثه بالتدخين، احصائيه كده اهو 71 نسبه كبيره جدا. 80% من المطاعم نسبه كبيره، يعني ما عادش في اماكن امنه في مصر للتدخين الا دور العباده والمطار والمترو، غير كده في انا بشم كان زمان بيقول ممنوع التدخين على مثلا ايه في الاماكن المغلقه، دلوقتي بيقول ممنوع التدخين في العماره. لو انت ساكنه في عماره، العماره دي فيها 1000 وواحد تاني ساكن في عماره فيها 100، في احتمالات اكتر ان الحساسيه تزيد في العماره اللي فيها 1000. ليه؟ لان بيدخنوا. طب ازاي؟ هيدخن في البلكونه، هتجيني في الشباك، هتجيني في الاسانسير، مدخل العماره الطفل نزل ومستني اتوبيس المدرسه واقف في مدخل العماره، كل واحد نازل عمال يدخن. يبقى الحاجات دي كلها لازم نراعيها. الاخطر بقى من كده ان التدخين كمان يؤدي الى تاثيرات على المناعه والمخ نفسه، وهيقلل ذكاء الطفل وهيخليه عدواني.
كل ليه انا ادخن بقى وليه اسمح بالحاجه دي؟ بعد كده انا دلوقتي حدي الطفل هيجيني عنده حساسيه، هديله العلاج. في طفل بره ما حدش بيدخن قدامه، وانا بكتب كده في الملف هذا مدخن سلبي بالاحمر خط كبير، الا ان انا اغير رايي. يجي الطفل ياخد العلاج ما يستجيبش، ما انا عارف انه مش هيستجيب. ليه؟ اتاري التدخين ينشط انزيم خاص في الكبد، ينشطه بصوره رهيبه جدا، الانزيم ده يكسر الادويه. يبقى ما هديله جرعه الدواء العادي مش هيفيده ابدا، بدي بقى جرعات عاليه وتدخل لي بقى في مشاكل بقى اثار جانبيه وهكذا. يبقى نتمنى من كل اللي بيسمعونا دلوقتي وكل اللي حريصين على اولادهم ان هم ما يدخنوش طالما ان هم عايزين يعملوا اسره. تمام. طيب خلينا يا فندم نتكلم، بما ان داخلين احنا في فصل الربيع وداخلين على فصل الصيف، والتقلبات الجويه اللي احنا بنعيشها واطفالنا بيعيشها، طبعا التلوث الرهيب اللي في الشوارع بتاعنا، ازاي نتقي ده او ازاي نتعامل معاه؟ النظافه هامه جدا، هتبدا في البيت وخارج البيت. واحنا عندنا ساعات بتضيع كتير جدا، ناس تقعد على القهاوي يتفرجوا على التلفزيون، ناس يا ريت كل واحد مثلا نص ساعه او ساعه ان هو ينظف قدام بيته، ينظف العمل بتاعه. القمامه اللي موجوده في الشوارع دي انا لو شفتها ممكن توترني، تخلي عندي حساسيه. القمامه دي لو شميتها روائحها هتخليني عندي ازمات حساسيه. القمامه اللي فيها حشرات وفئران، الاثنين الحشرات والفئران خاصه الصراصير بتطلع مواد، والصراصير ليها دور مهم جدا في الحساسيه في مصر، خصوصا في الاطفال الصغار. الصراصير ما عنديش صرصار، ولكن انا يطلع عندي حساسيه للصرصار، اتاري موجود على بعد 50 بيت من عني، بعيد عني خالص. الصرصار لما بيموت مين اللي بيدفنه؟ بتحول لبودره بشمها، بيض الصرصار خفيف يطير وشمه. افرازات الصراصير، فالصراصير ليها دور كبير جدا في الحساسيات في مصر وزياده تفاقم الحساسيات. دي حشرات فعلا بتظهر بشكل كبير في فصل الصيف. القمامه فيها وفي بيوت فيها. برضه حاجه مهمه الفئران في بعض الاماكن برضه عشان القمامه لسه موجوده وشكلها نفسه. انا هتقول لك عندما يرى الطفل كومه من القمامه يصاب بكوابيس في الليل، شوف ازاي بقى يعني الروائح السيئه تخلي الواحد عنده كوابيس. برضه من ضمن الحاجات المهمه في الصيف برضه ان ارتفاع درجه الحراره وعشوائيه استخدام اجهزه التكييف. جهاز التكييف بقى له فتره بيستخدم ولا فيه صيانه وكله فطريات، وهتلاقي فيه حتى مزرع من جوه وبيطلع اتربه ومش نظيف وعفار، بس المهم الهواء الساقع عنده. الحاجه الثانيه برضه مش هنخليش الحراره تبقى 14 و15 والكلام الفارغ ده يبقى 24 25، لان انا لو سقعت الجهاز التنفسي للطفل الصغير ده هيدخله في ازمه وان هو هيضيق. برضه من الحاجات المهمه الناس قاعده في الاجازه بيقعدوا حاجه اسمها التشيش غير التشييش. التشيش بقصد به الساعات التي يقضيها الطفل مش الكبير امام الشاشات، شاشه التلفزيون، LCD، الكمبيوتر، الايباد، الحاجات دي قاعد طول النهار قدام الشاشه. من ضمن مزايا الطفوله اللعب مهم جدا لصحه الطفل، ولكن اللعب مهم جدا اول 8 سنوات. ليه؟ لان دي الفتره اللي فيها الجهاز التنفسي بينمو ويتطور. 8 سنين لحد الرئه، طبعا 8 سنين تبقى معقوله شويه. الفتره دي كلها لو الرئه ما تمتعتش بالحركه والتنشيط واللعب والجري والكلام ده بيؤثر على نمو الطفل، وذلك بنقول الذين يشاهدون التلفزيون اكثر من ساعتين عندهم الحساسيه الصدريه. يعني مثلا ما يقعدوش قدام كمبيوتر اكثر من ساعتين، يعني لازم يخليهم ينطلقوا. حتى دلوقتي ابتدوا يعملوا بره اللي عايز يتفرج على التلفزيون يجيبوا له عجله يلعب بيها ويتحرك بيها ويشارك في التلفزيون. يا فندم ناخد تليفون. الو صباح الخير. صباح النور والورد والقرفة والفل يا رب. اهلا وسهلا. صباح الخير. امان من لبنان. صباح الخير. ازيك حبيبتي؟ اهلا حبيبتي. اهلا. حبيبه قلبي تخبريني، بدي اسال حضرة الكريم والفضيل سؤال لو سمحت، لانه الجد دكاتره مصر لا يعلى عنها وشاطرين قوي واحلى من عندنا بكتير. بس في عندنا في سؤال، في ولاد خيي هن توأم، بنتين توأم عمرهم 9 عمرهم 9 سنين، عندهم حساسية الربيع، واوقات امهم بتشيش حدهم، بصير معهم صوتهم بيروح من الحساسية وبيطلع ضغطهم، وبصير ضغطهم يعني كتير عالي. بس من حضرة الكريم والفضيل اتكلمنا في الموضوع ده.
طب اسماعيل يا امال اتكلمنا في الموضوع ده، بس الدكتور هيعيد عليكي. باي باي، مع السلامه. احنا بنحيي طبعا كل اللي بيشوفونا في كل الدول العربيه وفي امريكا واليابان، بس برضه عايزين نقول برافو، انا بحييها انها ابتدت تعرف السبب. مهم قوي ان احنا نعرف الاسباب. في حاجه اسمها السيطره على الحساسيه، السيطره على الربو والحساسيه في الدول الاجنبيه تبقى 60% ضايعين، عندنا 90% ما بيسيطروش. معنى كده 10% بس من المرضى بيتمتعوا بالسيطره، السيطره هامه جدا عشان اقدر اتمتع بالحياه، اروح المدرسه ما اتاخرش. من ضمن الحاجات بقى المهمه، اول حاجه يبقى في تواصل، برافو عليها كلمتنا، يبقى في تواصل، يبقى لازم انا انمي مهارات تواصل بين المريض وبين الطبيب. نشكركم، ولازم هي يبقى عندها فرصه انها تكلم الدكتور وتتصل بيه وهكذا. نمره 1 التواصل، نمره 2 معرفه الاسباب، نمره 3 تتبع الحاله، نمره 4 علاج الازمات. الحاجات دي كلها بتخلينا سهله جدا ان انا لازم كل مريض حسب ثقافته بقى، تعرف تقرا ما تعرفش بتتكلم اي لغه، اعرفها بلغتها بلهجتها هتعمل ايه اما تروح البيت، هتعمل ايه اما تيجي الازمه، التليفونات هتتصل بمين، امتى تروح الاسعاف، امتى تنزل من البيت، امتى تروح المستشفى، لو انا ما قدرتش عليها تعمل ايه، وهكذا. الخطوات دي مهمه جدا. حاجه بعد كده هنحدد الاسباب، هي هتساعدني تقول لي والله الام بتشيش، بس انا اقول لها مفيش حد عنده حساسيه لحاجه واحده. بنعمل اختبارات نقول لها ده عنده حساسيه للشيشه، عنده حساسيه للبتنجان، عنده حساسيه للطماطم كمان، عنده حساسيه للبطاطس والحرنكش. يقول لك فعلا منعتهم واتحسنت، والله بس يوم الجمعه خد حته حرنكشه حصل كذا. اعرف الاسباب او ايه الحاجه مهمه جدا، ودي للاسف مش معروفه لان 10% من الاطفال حساسيه الصدر، 20% حساسيه انف وماشيين ومحدش عارف. بعد كده برضه لازم انا اشوف الادويه اللي هياخدها، وخلي بالك ممكن يبقى ياخد الدواء مره يستفيد ومره ينتكس. عشان ادويه بتجيب حساسيه برضه يا فندم، ايه ذكرت ده؟ في ادويه بتعالج الحساسيه ولكنها بتعمل حساسيه، يبقى لازم انا اعيد تفصيل العلاج على حسب المريض. عشان كده انا احيانا باخد في المريض ساعه، محدش يزعل مني بقى لان انا بفصل. لا ده صح جدا. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه يا فندم، برضه عندنا مشكله ان في بعض الدكاتره ما بيدوش مساحه للمريض ان هو يحكي لهم عن مشكلتهم او يتكلم معاها، انا عندي كذا كذا، طب خد كذا كذا كذا. فدي برضه دي يعني بيعاني منها بعض المسؤولين عن المرض. وكل شيخ له طريقه وكل طبيب له 1000 طريقه. فدي طبعا انا شخصيا يعني بحب الهدوء جدا في الشغل، وحضرتك حتى اما العيان بيحس ان انت مهتميه بيه وبتزعقي له مثلا اوعى تدخل، اوعى كده، ضفرك طويله ليه؟ وليه شعرك طويل؟ وليه ما غسلتش؟ بيبقى حريص يسمع كلام بعد كده يقول لك شوف شايف الدكتور المره الجايه، شوف ضفري ما بطلت الدكتور، خلاص كسرنا الشاشه يا دكتور. فالحاجات دي كلها مهم. برضه كمان ان احنا نقول دخلنا في الصيف، والصيف ليه اداب التمتع بالصيف، وانا عشان دخلت في الصيف بقى في الاجازه ابتدي بقى استهلك الوقت وما انامش. شوف انا ابتديت اول حاجه بالنوم، ليه؟ لان الساعه البيولوجيه اللي عندي اللي هي هامه جدا المناعه تعتمد على النوم الجيد. انام امتى؟ انام بالليل، لو سمحتوا ناموا بالليل. اللي يقدر يطفي نور طفيه، اللي يمنع الضوضاء يا سلام. انا مش عايز اقول لك التلفزيونات تسهر طول الليل، اولياء الامور لازم يعملوا بيئه تساعد الاطفال على النوم ليلا. مهم جدا لان نمو الاطفال بيكون اثناء الليل، ده مهم جدا. مش بس كده، الجهاز المناعي عنده القدره على اصلاح العطب اللي موجود في الجسم. يعني مثلا كان ماشي وشمع زباله تتحرق، حصلت مشكله في الصدر، لو عنده جهاز مناعي جيد بالليل تطلع الخلايا تصلح على طول، وتخيط لو في خدش في الغشاء المخاطي تخيطه وتصلح. لو عنده غشاء مناعي جيد وفي مناعه ميكانيكيه موجوده تصلح بالليل. واحد بيدخن، الاهداب بتتحرق، الاهداب دي اللي زي الشعر جوه 200 على كل خليه، تطرد زي المكنسه، بس بسرعه تطرد اي ماده غريبه، اي ميكروب تطرد. الحاجات دي كلها بتروح بالتدخين. لو انا عندي هدوء، لو انا عندي مناعه جيده، لو مارس الحركه ومش قاعد بقى عندي السكون، يبقى الاهداب عندي قويه وترجع تاني. اشياء كثيره جدا الواحد يقول ما تخافوش من كلمه حساسيه، ممكن نعيش معاها ونفرمل اشياء كثيره قوي، بس بالتثقيف الصحي الجديد بقى. طيب خلينا نتكلم برضه يا فندم عن نزول البحر ونزول حمامات السباحه في اثناء الصيف. دي مرحله كل يعني بس يا دوبك الامتحانات هتخلص وكل الناس هتذهب على المصايف. اتقي ازاي نزول من ناحيه حساسيه الصدر ومن ناحيه حساسيه الجلد؟ اول حاجه في اداب الاستحمام في ماء البحر او حمام السباحه، ان انا لازم اخد شاور، لازم اخد دش قبل ما انزل. ايه فايدته؟ قبل وبعد. بيبقى انا مثلا انا باول شيء بنشط الدوره الدمويه، بنشط الدوره الليمفاويه، بهيئ الجسم، بنظف الجسم. مش معقوله انا كل واحد ينزل حمام السباحه وعليه ميكروبات يقول لك انا هستحمى. حاجه بقى الخطيره كمان، ممنوع تماما تناول الطعام او الشراب او قضاء الحاجه. طفل صغير عن 3 سنين امه تقول له روح
تبول في الغلط في الحمام. اي حد يشوف طفل يتبول او يقضي حاجته في الحمام السباحه، المفروض اداره النادي ده تغلق حمام السباحه فورا وتخلص من الماء. شوف ازاي بقى ما حدش بيعمل كده. حاجه برضو مهمه ان انا لازم برضو ان انا اشوف الاطفال اللي عندها حساسيات ممكن اديها علاج قبل نزول حمام السباحه. قبل ما نتنقل للمرحله دي، هل مثلا الكلور اللي بيتحط في الحمامات السباحه ده بيمنع الاذى من التبول؟ المفروض، بس برضو لو في كميات كبيره من الميكروبات مش هيبقى لازم بعدين اهل القائمين على الصيانه احيانا بشوف في حمام السباحه في بعض المدن السياحيه انا شايف برك واضح ان في ستريات والوان وروائح وكل حاجه. القائم بيشتغل في الاجازه بس ومش مثقف ومش مدرب، ممكن يعمل اي حاجه يحط قليل كتير. فلازم برضو نحتاط ونختار الاماكن اللي فيها رعايه ونوجه المسؤولين. برضو بعد كده ان برضو الاطفال ساعات ينزلوا تلاقي يبتدي يحك في عينه، مش هسيبه بقى يحك في عينه، عنده حساسيه للكلورين او الكلور يدخل بقى في حساسيه الصدر وهكذا. برضو لازم ممكن حساسيه عينه او تاثر على الصدر. في الاطفال عندهم حساسيه كده. برضو الحاجه المهمه ان الميه هامه جدا للمناعه. لازم اشرب ميه، بس مش هشرب وانا في حمام السباحه جوه، لازم اطلع بره. ليه بقى؟ لان وجود المكان المفتوح مع اشعه الشمس في الاوقات الخاطئه اللي هقول عليها بعد شويه ده بيخليني افقد ميه كتير جدا وانا في الميه في البحر بفقد. يبقى لازم اشرب كل 20 دقيقه اقول له تعالى اشرب وانزل اشرب وانزل اشرب وانزل. بس مش هشرب ميه في الثلاجه، مش هشرب ميه في الثلاجه ولا هشرب الحاجات اللي فيها بقى المواد الحافظه والكلام ده عشان ما ازودش الحساسيه بتاعتي. وخلي بالنا الحاجات المثلجه كلها بناخدها في الصيف بتسقع المنطقه دي العلويه من الانف لتحت، فالميكروب لما بيجي يلاقي الدنيا ساقعه مفيش مناعه يدخل، يبقى انا ابعد عن المشاكل دي خالص. ايه فندم برضه خطر المشروبات الغازيه على الاطفال خاصه وقت نزول حمامات السباحه؟ اول حاجه انها هتنقص المناعه، ثاني حاجه الحساسيات، الصبغات اللي فيها، المواد مكسبات الطعم واللون والرائحه، الحاجات دي كلها. اضافه برضه حاجه لازم نقولها انها على المدى البعيد ترتبط بهشاشه العظام اللي موجوده دلوقتي في حروف كثيره جدا مكسرين. في طفله اتكسرت 7 مرات 7 مرات في حياتها، بتشرب 7 ازايز في اليوم، ما بتشربش يعني الاكل بتبلعه ده خطا طبعا في التربيه. وبعد كده كمان على المدى البعيد ترتبط ايضا بالسرطانات. يبقى لازم الناس تعرف وتصحى. ومحدش قال ابدا ان المياه الغازيه اشربها عمال على البطال عشان انا ابقى اجازه، او ان انا اشربها بدل الماء. اشرب الميه مره 2 3 بعد كده اشرب لبن، اشرب مشروبات طبيعيه. وعندك مشروبات بتاعت الفاكهه اي شيء بقى طبيعي، حتى لو ينسون او تليون يعني الحاجات الجميله الطبيعيه دي المفروض نرجع لها انها بترفع المناعه فعلا. بعد كده نروح البحر. مشكله البحر او نروح البحر بيبقى بيعتقد ان هو ممكن ينزل البحر في اي لحظه. البحر يحرم من 12 ل 4. الاشعه بتاعت الشمس الفتره دي مسرطنه، مفيش داعي ان احنا نكسر خلايانا ونغير شفراتنا عشان انا فرحان بالبحر. مش هننزل البحر من 12 ل 4 لو سمحتم. خاصه البحر يعني ممكن الحمام السباحه مفيش مشكله ننزل 12 ل 4 عشان في رمال وبتعكس الحراره اكتر وهكذا. يبقى يا ريت ان احنا ننزل الصبح بدري وقبل 11 كمان كده، او من 4 ل 6 يوم العالم كله بيعمل، لكن وقت الظهر تلاقي الناس كلها قاعده، ده غلط كبير. طيب خلينا فندم بس نتكلم عن مشكله اخيره ظهرت. بتلاقي الطفل مثلا حرارته سخنه جدا وتلاقي عنده مش عارف ايه السبب من عنده، بتلاقي بعد كده ترجيع ومش طايق اي حاجه في بطنه. ايه السبب ده؟ وطبعا مع ارتفاع درجه حراره في الصيف والبعض بينسى غسل الايدي اللي بيقي كثير من الامراض، ممكن ميكروبات تدخل خاصه الفيروسات في الاطفال. ما تخافوش، اغلب فيروسات الاطفال قابله للشفاء ان شاء الله، بس على شرط بشوف انا الاعراض واحدد مع الطبيب هل في التهاب في المعده، التهاب في الامعاء، واتصرف على هذا وان شاء الله يطلع. ممكن التهاب في الزور، ممكن اي حاجه اي جزء جراف يسمى لحد تحت بقى، واخد العلاج الدكتور هيوصفه مش انا، لان ممكن انا اخد ادويه تفاقم الحاله. تمام. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مجدي بدران استاذ امراض الحساسيه للاطفال، شكرا جزيلا لحضرتك. اهلا بك. مشاهدينا متابعين مع حضراتكم حتى العشاء، ابقوا معنا من فضلكم.